بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا بمسي عليكم. أحلى ناس والناس الجمال العظام. طبعا أنا بطلع ما بحبش أتكلم كتير، بس بطلع في الحاجات اللي هي المهمة، يعني اللي فيها جدال يعني، ونحب نوعي الناس فيها يعني. طبعا امبارح أنا كنت اتكلمت في موضوع الأستاذة سماح أنور. الحمد لله أنا بكلمكم النهاردة وأنا مستحمي وبتاع ومية مية. امبارح بالليل، الساعة 11 كده جالي رقم 010. طبعا رديت. أنا عايز أقول حاجة. طبعا في الأول في شركة فودافون، شركة مشهورة إن هي بتسرب معلومات العملاء بتاعتها. يعني كل بتسرب كل المعلومات لأي حد عايز معلومات بتسربها له. امبارح جالي رقم 010 كده. كانت الساعة 11 بالليل، كنت بتفرج على ماتش بيراميدز. مساء الخير، مساء النور، كابتن موفق الباشا. قلت له أهلا وسهلا. قال لي حضرتك الرقم اللي مع حضرتك ده تبع الشركة، تبع النادي الأهلي، وحضرتك عملت طلب والخط بقى باسمك دلوقتي، واللي عمل لك الطلب الأستاذ فلان الفلاني. كل المعلومات اللي قالها لي صحيحة يعني. قلت له اه مظبوط. قال لي حضرتك كسبت معانا 39,000 جنيه. أنا طبعا أنا في بالي يعني، ما أنا قلت إيه اشمعنى 39,000 جنيه مش 40 يعني. فقال لي مبروك كسبت معانا 39,000 جنيه، ولو معاك كارت تبع بنك مصر أو القاهرة أو اسكندرية أو البنك، أي فيزا. قال لي أي فيزا. قلت له اه معايا كده وبتاع وكده. قال لي خلاص حضرتك ممكن تنزل على أي مكنة دلوقتي وتنزل تستعلم عن الحساب، هتلاقي نزل لك في الحساب 39,000 جنيه. قلت له طيب ماشي اوكي، ما خلاص خليها بكره الصبح ابقى انزل اروح البنك ابقى اصرفهم من الشباك. طبعا انا عارف طبعا ده شغل نصب يعني عرفت. فقلت اجادل معاه شويه كده. فقال لي، قلت له لا بقى بكره بقى خليهم بقى الصبح اصرفهم من الشباك. قال لي لا، العرض ده لمده ساعه من دلوقتي. يعني حضرتك دلوقتي؟ قلت له لا والله اصل انا قاعد اتفرج على الماتش وبتاع. انا فبيقول لي انا بقول لحضرتك بقى ان انت كسبت 39,000 جنيه وبتاع. طبعا انا عارف لو الكلام ده صح ده انا ده هنزل حافي يعني. فقال لي انت لا، العرض ده لمدة ساعة وبعد ساعة مش هتلاقي العرض ده. طب اجيبه من هنا اجيبه من هنا. اقول له لا طيب بكره الصبح طيب اروح اصيغه من الشباك احسن وبتاع. قال لي لا، ده هو هينزل لك على الفيزا والحساب وانت هتكون معايا على الخط. قلت له ماشي طيب اوكي طيب اعمل ايه دلوقتي؟ قال لي دلوقتي حضرتك انا معاك على الخط اهو، تاخد بعضك وتنزل على اي اقرب مكنه وانا معاك وهقول لك تعمل ايه بالظبط وايه الخطوات اللي تعملها وكده. ف قال لي، قلت له لا، قلت له والله انا بعد الماتش. قال لي لا مش هينفع وبتاع، ولو مش عايز خلاص قول لي انا مش عايز وبتاع. قلت له لا انا مش عايز بصراحة. انا مش انا مستغني عن الفلوس دي، مش محتاجها يعني. قال لي خلاص ماشي. بس انا بقول لحضرتك الموضوع ده. انا هملكوا طبعا الرقم دلوقتي عشان لو اتصل باي حد من حضراتكم يعني. هو طبعا في ناس، الشعب المصري ده شعب طيب وغلبان، في ناس تزعل كتير يعني. رغم ان في حملات توعية الدولة بتعملها والناس بتقول لبعض وكلام، بس في ناس غلابة وبسطة
ممكن يعني واحد غيري مثلا عارف، أو خلاص ما عارف إن ده نصب وخلاص. واحد تاني كان ممكن يعمل معاه، ياخد بعضه وينزل ويجري، ده 39,000 جنيه يعني. فكان ممكن ياخد بعضه وينزل يجري وبتاع، لو في حساب عنده هيعرف كل البيانات بتاعته، هيسحب الفلوس اللي على الكارت عنده. فأنا طبعا آه، يعني عملت كذا فيديو، ولا ما بطلبش من حضرتك ولا لايك ولا شير ولا اي حاجه الكلام ده. انا بتكلم بس، بطلع اتكلم كده بس لاجل التوعيه يعني. بس الفيديو ده محتاج شير، يعني مش محتاج لايك، بس محتاج شير عشان يوصل للناس اللي هي مش عارفه. عشان في ناس كتير يا غلبانه في الشعب المصري يا عيني، ممكن تجري من فرحتها تنزل تاخد كارت وتنزل جري، وما تعرفش ان ده موضوع شغل نصب يعني. طبعا انا عمل لي لحضراتكم دلوقتي الرقم اللي هو اللي اتصل بيا منه يعني، عشان لو في لو اتصل باي حد حضراتكم تبقوا عارفين. انا طبعا سجلته عندي حرامي فودافون. وطبعا فودافون معروفه ان هي شغل معرفش، مشاكل كلها من عند فودافون يعني. شغل كل ده بيجي من عند فودافون. حتى شغل الفودافون كاش برضو النصب بيبقى من عليه يعني. شغل النصب كل برضو من عن طريق فودافون كاش، غير الناس اللي بتتصل من شركة فودافون. هو في حد طبعا من شركة فودافون بيسرب المعلومات بتاعة العملاء لحد. انا مسجله اهو، لو حضرتك شايفين اهو، حرامي فودافون. حرامي فودافون. الرقم 010 6 4 4 1 2 3 2 9. تاني 010 6 4 4 1 2 3 2 9. حرامي فودافون. فطبعا يعني انا حبيت طبعا اوعي حضراتكم. انا ما اعرفش شركة فودافون دي عايزة مننا ايه بالظبط، ما اعرفش والله. كل حاجة عن طريق فودافون شمال يعني. الناس اللي بتتصل يقول لك انت كسبت من شركة فودافون ومش عارف ايه، وروح على اقرب مكنة ومش عارف ايه. فودافون كاش اي حاجات بتتبعت شمال برضو عن طريق شركة فودافون كاش. انا مليت لحضراتكم الرقم. وطبعا لازم نوعي بعض، والفيديو ده لازم تعمل شير عشان يوصل للناس الغلبانة اللي ممكن يضحك عليها بأبسط حاجة وبأقل حاجة. وإن شاء الله ربنا يحرس الشعب المصري. والعمل أصلا مش مستاهلة يعني. الناس تعبانة، والناس ظروف البلد وظروف الدنيا كلها، فمش محتاجة واحد يجي يتصل ينصب. واحد يعني عم حاطط مبلغ في الفيزا ولا في البنك وبتاع، يجي يسحبوا منه ولا يسرقوا منه. فحرام يعني. فياريت نشير ونبعت الكلام ده للناس عشان تاخد بالها، ونوعي بعض، وربنا يحرسنا ويحرس الجميع يا رب. وإن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله. شكرا.